في لحظة معينة بتحصل فجأة من غير ما تحس، لحظة دماغك تقولك أنا مش قليل، أنا استاهل. عارف اللحظة دي هي مش بتغير الدنيا حواليك، هي بتغير نظرتك لنفسك. تفتكر كم مرة ضيعت فرصة مش عشان ما كنتش جاهز، عشان كنت شايف إنك مش كفاية؟ ويا ترى كم علاقة كملت فيها وانت من جواك مش مصدق إنك تستاهل أحسن؟ النهاردة مش هنقول كلام تحفيزي وخلاص، النهاردة هنتكلم عن إحساس بيبدأ جواك وبيقدر يقلب كل حاجة حواليك. النهاردة الحلقة عن أنا استاهل، بس مش بالكلام، بالتصديق. في شابين الاتنين خريجين نفس الكلية ونفس التقدير، حتى نفس الكورسات. واحد منهم راح انترفيو وهو حاسس انه تقيل عليهم، واتكلم بصوت واطي ومتردد وكان باين عليه انه مش مصدق نفسه. والتاني دخل وهو هادي واثق، مش مغرور، بس عارف قيمته. ما كانش بيحاول يبهرهم، كان بيقدم نفسه كإنسان عارف هو مين. والنتيجة التاني اتقبل، مش عشان عنده CV أحسن، بس عشان كان مصدق إنه يستاهل الفرصة. واللي بيصدق نفسه بيخلي الناس تصدقه من غير ما يحاول. كل واحد فينا عنده مراية في دماغه، يعني عارف لما تكون لابس نضارة مكسورة وكل حاجة بتبان مشوشة حتى لو الدنيا حوالينا واضحة؟ المراية اللي في دماغك زي كده بالظبط. لو كل يوم بتقول لنفسك أنا مش قدهم، هتصدق ده وهتتعامل على الأساس ده. وعلم النفس بيسميها الصورة الذاتية. لو المراية دي مكسورة هتفضل تشوف نفسك أقل حتى لو الناس شايفينك بالعكس. بس الجميل إنك تقدر تغير المراية دي، مش مرة واحدة بس خطوة خطوة. لما تبدأ تشوف نفسك بشكل مختلف حتى خطواتك بتعدل لوحدها. ودلوقتي هحكيلكوا قصة. في بنت عادية زي أي حد، بس كانت دايما تدخل علاقات مؤذية. كل مرة كانت تتكسر أكتر وتقول لنفسها أنا السبب، أنا فعلا ما استاهلش أحسن من كده. بس في مرة بعد وجع كتير وقفت قدام نفسها وسألت سؤال بسيط: هو أنا ليه مصدقة إني ما استاهلش؟ بدأت تتعرف على نفسها وتطول بالها وتتعلم تقول لأ. الناس ما اتغيرتش بس اختياراتها اتعدلت. اللي بيحترم نفسه بيبدأ يجذب كل اللي يحترمه. واوعى تسيب الفرصة تهرب منك. زي شاب كان بيحب التمثيل، يمثل قدام صحابه ويحفظ مشاهد من الأفلام ويقلد ممثلين. كل اللي حواليه كانوا بيشجعوه، بس هو دايما يرد أنا في مليون واحد أحسن مني. لحد ما في يوم شاف واحدة من دفعته كان دايما بيتريق عليها، بقى ترند على التيك توك فيديوهات تمثيل بسيطة. اللحظة دي وجعته، مش من غيره، من نفسه. إن هو اللي وقف قدام حلمه مش الدنيا. فرص ساعات ما بتخبطش بس بتقف مستنياك تفتح. واوعى تقلل من نفسك، ده مش تكبر. يعني الناس ساعات تختلط بين الثقة والتكبر. لو قلت انا اقدر يتقال عليك مغرور، ولو مشيت مرفوع الراس يتقال عليك شايف نفسه. بس الحقيقة في ناس مش بتتكبر، في ناس تعبت قوي وابتدت اخيرا تحب نفسها. الثقة دي مش جت في يوم، دي جت بعد ايام كانوا فيها بيناموا وهم شاكين في نفسهم. اللي امن على الارض ليه كل الحق يقول انا استاهل اقف. تعرفوا ان حتى الجسم بيتجاوب؟ في تجربة اتعملت في جامعة امريكية، طلبوا من الناس تقف وقفة ثقة لمدة دقايق، ظهر مفرود وراس مرفوعة وتنفس هادي. لقوا ان الجسم فعلا بيتجاوب، ولقوا ان الكورتيزول قل وان التستيرون زاد. يعني حتى جسمك ممكن يصدقك بس لما يشوفك مصدق نفسك الاول. واحب اقولك ان جسمك بيحكي عنك اكتر من لسانك. لو عارف انت مين، تعرف ان في حاجات كتير واقفة على بابك، زي حب، شغل، سفر، راحة نفسية، بس مستنياك تفتح لها قلبك مش الباب. بس لما تقول انا استاهل هتبدأ تلاحظ الفرص وتختار الصح وتشوف اللي بيقدرك، مش لان الدنيا اتعدلت، بس لانك انت اللي غيرت النضارة اللي بتشوف بيها. لما تفتح من جواك كل حاجة بتبدأ تدخل من غير استئذان. وصدقني اول ما تقول لنفسك انا استاهل مش هتكسب كل حاجة مرة واحدة، بس هتبدأ تحط رجلك على الطريق. صدق نفسك مش رفاهية، ده امان ووعي وخطوة اولى في كل حاجة جميلة. واوعى تقلل من نفسك، اوعى تستنى حد يقولك انت تنفع، قولها لنفسك. قول انا استاهل وانا مستعد اعيش على الاساس ده. وهنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، واتمنى تكونوا استمتعتم. وبشكركم جدا على الكومنتات الايجابية اللي بشوفها على القناة، وزي ما متعودين برد عليكم اول باول. واللي عنده اي حاجة حابب يقولها لي في الكومنتات وانا اقدر ارد عليها، واي تطور انتوا حابينه
ولو عجبكم رتم الحلقة يبقى ده شيء جميل ويسعدني. لو مش عاجبكم وعايزين تغيروا الرتم في اي شيء تاني قولولي وانا هقدر اسمع آرائكم كلها. والى اللقاء في الحلقة القادمة.